وكذلك يقول الحاكم أبو عبد الله رحمة الله عليه: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه، وتكون الثانية على الأثر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أشياء تتعلق أيضا بذلك الفلك وذلك النظام العلوي، ثم في تفاعلات حركة الأكوان التي خلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة، وما ينعكس من ذلك بآثاره على خلق الله في أرض الله. فقد أخرج ابن حبان في موارد الظمآن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، يتقارب الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو كاحتراق الخوصة، كل ذلك في الحديث. وتكون الساعة من الزمان، لا الساعة التي هي الموعد، وإنما وتكون الساعة التي هي جزء من اليوم، ويكون اليوم كالساعة في قصرها. وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة، وهذا الحديث أيضا تجده في المشكاة المصححة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن نزع البركة من الوقت بين يدي الساعة، يتقارب الزمان. ولعل كل عاقل يعرف قيمة الوقت وقيمة الزمان يشكو من هذا التقارب، وأن السنة كالشهر، وأن الشهر كالجمعة، وأن الجمعة كاليوم، وأن اليوم كالساعة، وأن الساعة كاحتراق السعفة أو كاحتراق الخوص، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة، من الآيات الكبرى الدخان. قال ربنا جلت قدرته: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ووقع خلاف بين العلماء حتى من الأصحاب رضوان الله عليهم. هذا الدخان وقع، هذه الآية التي هي من علامات الساعة وقعت في دنيا الله رب العالمين. ذهب ابن مسعود مع ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجملة من أهل العلم إلى أنها آية وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقعت في المرحلة المكية، ولكن العلماء ردوا ذلك ردا قويا. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. هكذا النص في صحيح مسلم: حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، يخسف بالأرض بالناس بالأشياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المعلوم المعروف الصحيح يقول: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت أم المؤمنين رضوان الله عليها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من ليس معهم على نية الاعتداء على بيت الله تبارك وتعالى الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ولكن هل هو هذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه آخر الآيات كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدخان. ابن مسعود
رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذه الآية قد مضت وقضت وانقضت، وأنها قد ولت وأدبرت. وقد روى مسلم وكذا البخاري واللفظ هاهنا لمسلم عليه الرحمة في صحيحه عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة، يعني بباب الكوفة، ويزعم أن آية الدخان تجيء، يعني أنها لم تقع بعد، وإنما هي علامة من علامات الساعة الكبرى تكون بين يديها، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه، يعني من الدخان، كهيئة الزكام لا يضرهم شيئا. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. اللهم ارض عنه يا رب العالمين. بليغ يقول إنه من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم، يزيد في علمه ويدل دلالة قاطعة باهرة على أنه من أهل العلم. فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله جلت قدرته قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيتوقف الإنسان عند حدود ما يعلم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني وجد منهم صدا عن دين الله تبارك وتعالى بمكة عند بدء الدعوة، قال: اللهم 7 كسبع يوسف، يعني صلت عليهم 7 سنين جدبا، 7 سنين قحطا. قال: اللهم 7 كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء. السنة القحط حصت استأصلت. قال: حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع، تخيل له خيالات، ويرى أطيافا وطيوفا هي غير باهرات، ولكنه ينظر كأنما ينظر من خلل دخان، فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون، يعني إذا كشف عنهم العذاب شيئا سيعودون، والله تبارك وتعالى أعلم بما خلق ومن خلق. قال ابن مسعود يستدل الآن بما كان، فيقول: أفيكشف عذاب الآخرة؟ أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون؟ يقول: أفهذا يمكن أن يجوز في عقل عاقل؟ فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل ذلك قد مضى من تلك الآيات. يقصد بالبطشة الكبرى ما كان من وقعة بدر، عندما نصر الله تبارك وتعالى جنده المؤمنين مع نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول: آية الدخان قد مضت عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا الجلود والعظام ولحاء الشجر وورقها، ثم كان الواحد منهم ينظر فلا يرى إلا دخانا. يقول أيضا: إن اللزام قد مضى، يعني قول ربنا تبارك وتعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني يكون عذابا لازما. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى أيضا كما فسر ذلك هو رضوان الله عليه. وأما آية الروم فقول الله جلت قدرته: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ساغلون.